يلا نعمل وصفة صحية خطيرة تنفع لوجبة الغداء. اول حاجة هنحتاج 2 بطاطس صغيرة مسلوقة، وهنهرسهم كويس جدا كده بالشكل ده. هنهرس بعد كده البطاطس وهنضيفهم في طبق، وهنضيف عليهم بيضة تكون بدرجة حرارة الغرفة. بعد كده هنضيف معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ومعلقة صغيرة من الملح، ومعلقة كبيرة من النشا، بس دي بتدي تماسك، ممكن كمان نستغنى عنها. بعد كده هنلم العجينة بايدينا كويس جدا كده بالشكل ده، هتتكون معانا عجينة طرية. وبعد كده هنجيب صينية عليها ورق الزبدة نكون دهنينها كويس جدا بزيت الزيتون، وهنبدأ ان احنا نفرد البطاطس عليها على شكل دائري. هوريكم كده دلوقتي على شكل دائري كده بالشكل ده. عشان نسهل عملية الفرد هندهن ايدينا بالزيت الزيتون ونبدأ ان احنا نفرد البطاطس. هندهن بعد كده وش البطاطس بزيت الزيتون عشان تاخد تحميرة في الفرن، وبعد كده هندخلها الفرن لمدة 30 دقيقة على درجة 200 مئوية. هنخرجها بعد كده من الفرن اول ما تاخد تحميرة كده بالشكل ده، ونحط عليها بقى التوبنج اللي احنا عايزينها. انا ضفت هنا صلصة بيتزا عاملاها في البيت، وهنضيف كمان جبنه موتزاريلا، وضفت سلامي، ممكن تضيفوا فراخ، تضيفوا تونه، اللي انتوا تحبوه والاضافات اللي انتوا عايزينها. ممكن كمان نضيف فلفل الوان وزيتون اللي انتوا عايزينه. هندخلها بعد كده الفرن تاني عشان بس الجبنه تسيح وتاخد كده تحميره بسيطه. ده كده شكلها قبل ما تخش الفرن. ندخلها الفرن بس لمده 10 دقايق. بصوا بقى جمال شكلها بعد ما طلعتها من الفرن، ريحتها تحفة. بيتزا من غير اي نوع دقيق، طعمها حلوة جدا ومشبعة، وكمان البطاطس من النشويات المعقدة اللي بتتهضم بصعوبة، فهتحسسنا بالشبع لفترة طويلة. الاطراف مقرمشة وواخدة لون ذهبي حلو جدا، شايفين عاملة ازاي؟ تحفة بجد، من احلى البيتزايات اللي انتوا ممكن تاكلوها. بيتزا صحية 100%، وطعمها فعلا خطير. البيتزا كلها فيها 595 سعر حراري بس، حلوة جدا كوجبة غدا. ممكن كمان نضيف اهم حاجة بروتين لو هنعملها كوجبة. والقطعة الواحدة فيها 59 سعر حراري. بس كده كده تكون الوصفة خلصت، ولو عجبتكم الوصفة قولي رأيكم.